شرح مبسط لواجهة برنامج Adobe Illustrator. عندنا هنا فوق فايل نيو، هنا بنفتح فايل جديد ونختار A4 letter poster جوجل بيكسل. دي كلها مقاسات او بريسيتس جاهزة، وليكن مثلا هنختار البرنت المقاسات اللي هي القابلة للطباعة ونخليها مثلا A4. طيب هنا بنكتب اسم الملف اللي هنشتغل عليه ونخلي مقاسه مثلا بالسنتيمترز او بالمليمترز، وليكن مليمترز 210 مليمتر في 29.7، او لو خليناها بالسنتيمترز تبقى 29.7 و21 مليمتر. نخلي الكالر مود CMYK ونخلي الريزولوشن هاي ونخلي البريفيو مود ديفولت ونختار كرييت. هنا دي المساحة اللي انا بشتغل فيها، دي اداة السلكشن تول ودي الاداة الاساسية اللي بنحرك وبنكوبي بيها الاشكال وكل حاجة. اداة الدايركت سلكشن دي لو احنا رسمنا مثلا وليكن شكل زي ده كده، وبالدايركت سلكشن بمسك زاوية زاوية من الشكل واتحكم فيها بالشكل ده. عندنا أداة البين تول ودي الأداة اللي أنا برسم بيها، أداة القلم برسم بيها أشكال كاملة بالشكل اللي أنا عايزاه. أداة التايب تول ودي أداة الكتابة. أداة البراش تول ودي عشان نستخدمها لازم يكون معانا جرافيك تابلت عشان نستخدمها بطريقة أدق. وطبعا أداة الشيب بيلدر تول ودي من أهم الأدوات الرئيسية في اللوجو ديزاين، وهي أداة بتساعدنا إننا ندمج الأشكال أو نشيل من الأشكال عشان نطلع شكل مناسب لو احنا بنشتغل لوجو ديزاين. ده كده مبدئيا واجهة برنامج ادوبي إلستريتور. الفيديو الجاي هنتعلم ازاي نعمل ديزاين كامل قابل للطباعة على برنامج ادوبي إلستريتور.